السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أخوكم مصطفى من جديد إن شاء الله حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاية وبدجي. النهاردة بفضل الله دولت زوجين بفضل الله. حد من إخواتنا وحبايبنا كان صاحب نصيب وهياخدهم بفضل الله، وربنا رب يديله خيرهم ويبارك له فيهم. طيب النهاردة بقى إحنا هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا، وإحنا كل ما بتيجي الفرصة كده بفضل الله بنحاول نتكلم في معلومة، عشان يمكن بفضل الله المعلومة دي يكون حد مستنيها وواقف عليها، وهي دي تفرق معاه في الهواية بشكل قوي. طيب إيه يا مصطفى المعلومة؟ الزوجين دول يا جماعه زي ما انتم شايفين بفضل الله ولا قلشه. الزوجين دول زي ما انتم شايفين ولا قلشه، يعني العصافير دي لسه ما قلشتش ولا قلشه، وده دايما انا اللي بنصح بيه لكل هاوي مبتدئ او كل هاوي نفسه يربي وحاسس ان هو الاسعار عاليه عليه شويه، حاسس ان الاسعار ممكن شايف ان المستويات القويه مش قادر يشتري، وحاسس ان الاسعار بالنسبه له هتبقى غاليه. فدي افضل فكره ممكن نعملها. ايه هي يا مصطفى الفكره؟ ان هو لما يجي يشتري الاعمار دي، اللي هي الحاجات الشباب، اللي هي الحاجات اللي تكون خلاص اتفطمت ومسكت نفسها وبقت قويه. المهم تكون حاجات يعني لسه ما بنتش، يعني ايه لسه ما بنتش، وفي نفس الوقت يكون هو عنده الفكرة بقى ان هو يقدر يختار بعينه، ويكون عنده البصيرة ان هو يقدر يشتري، لان برضك الفكرة بتعتمد هنا على المهارة طبعا قبل اي حاجة بتعتمد على توفيق ربنا طبعا. بس لما يكون عندك فكرة كمان بعد توفيق ربنا بتبقى حاجة جميلة قوي، لان انت النهاردة بتشتري حاجة فانت تبقى عندك وجهة نظر معينة ان ممكن بفضل الله الطير اللي انا اشتريته ده بعد القلش يبقى في حتة تانية. طيب ودليل على كده يا جماعة، عندكم ذكر زي الذكر اللي قدامكم ده اللي هو الكلير وينج، اللي هو ما شاء الله لونه زي البنفسجي دوت. بصوا الذكر ده لا قوة الا بالله دبل جولدن. الذكر ده دبل جولدن، الذكر ده دماغه كلها بعد القلش بمشيئة الله تعالى هتبقى جولدن دبل، هيبقى لونه قوي جدا 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 جدا. واللي اشترى العصافير بفضل الله صديقي وراجل هاوي ما شاء الله وهاوي قديم، وبصوا اول ما شافهم قال لي بتوع اشتريت. يعني احنا عايز اقول لكم الراجل ما قبل ما يسمع السعر احنا ما كلمنيش خالص في سعر، قال انا عايز الاربع حتت دول. فعايز اقول لكم الدكر ده لوحده كده اللي هو البنفسجي ده، بصوا يا جماعه درجه لونه هتبقى قويه جدا 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 بعد القلش. الدكر باين قوي لو ركزتوا في الجناح، لو ركزتوا في الرمل، بصوا الوانه عامله ازاي. بصوا دماغه لو لاحظتوا هتلاقوا دماغ العصفور خلاص ابتدى يخش في مرحلة الشباب، فهيبتدي يغير ريش، هيبتدي بصوا الدماغ دي كلها تنور. وبعدين تبص للحتة اللي جنب ما شاء الله بردك فايلوت اللي هي السنجل دي، وتبص اللي باقي تلاقي في حتة جوه جولدن، هي بردك هم كلهم جولدن لا قوة الا بالله، هم كلهم جولدن. بصوا الدكر لسه صغير وبيلعب ازاي وبياخد صفات وبيستدعي وبيستحضر صفات الذكر البالغ عشان هو لسه صغير. وتلاقي ما شاء الله العصافير عشان صحتها حلوة ومتغذية كويس فبان عليه صفات الذكر الكبير. كلهم زي ما قلنا بفضل الله جولدن، ربنا يبارك لصاحب نصيب. يعني كل العصافير دي جولدن وبلو سكاي والفيلوتات والذكر اللي بنقول عليه ده. فهي القصه النهارده في ايه؟ القصه النهارده انك تبقى محدد بقى انت عايز تعمل ايه. طيب انا عايز اشتري حاجات جاهزه وعلى طول اشتغل ومش مهم السعر يا مصطفى، مفيش مشكله. انا عايز اصبر على حاجه زي كده واخدها وتقلش عندي وتحلو عندي والدنيا تبقى جميله عندي بعد كده، وفي نفس الوقت ان انا يا مصطفى ما ادفعش فلوس كتير وتبقى حاجه على قد الميزانيه برضك مفيش مشكله. فاهمين يا جماعه؟ فالنهارده هم دولت ميزتهم في ايه؟ ميزتهم زي ما قلنا انك بتشتري حاجه لسه ما بانش لونها لسه. خلي بالكوا دي كلها الالوان اللي انتوا شايفينها دي مش الوانهم، دي كلها الوان لسه كده يعني خداعه. العصافير دي لا قوه الا بالله بعد القلش هيبقى الالوان اقوى من كده بفضل الله بكتير. وبصوا خصوصا الذكر ما شاء الله اللعبي دوت الشقي ده اللي هو بقول لكم دماغه كلها تبقى دبل جولدن. بصوا انتوا حتى لو بصيتوا على دماغه، دماغ العصفور كلها ابتدى خلاص الريش الاصفر ابتدى تحس انه هيخش في اول قلشه، فريش ابتدى يقع الريش اللي هو البهتان ويطلع الريش اللي هو الجولدن. بصوا الذكر دماغه عامل ازاي لا قوه الا بالله. فدي النهارده معلومه مهمه تاخد بالك منها جدا جدا، انك تاخد عصافير في العمر ده. ليه باخدها يا مصطفى في العمر ده؟ باخدها في العمر ده عشان يبقى سعرها على قد الايد. بس الفكره هنا بقى والمهم جدا في الفكره قبل انك متوفر او تشتري عصافير على قد الايد او عصافير بسعر حنين، تاخد بالك من جزئيه. ايه هي الجزئيه؟ تقدر تحافظ على الغذاء السليم والرعايه الصحيه والجو والبيئه المناسبه للطيور اللي انت هتاخدها. انت النهارده مش مهم انك تشتري اقوى عصافير، ولا مهم انك تشتري دم قوي، ولا المهم تشتري طفرات عاليه. المهم تقدر تحافظ على العصافير دي بقى وتربيها. دي النقطه المهمه عندي جدا جدا، ودايما انا بقول الكلمه دي. يعني المهم عندي ما تشتريش عصافير غاليه وخلاص ويبقى عندك طفرات غاليه وخلاص، لا انا المهم عندي النهارده اقدر احافظ على الطفرات الغاليه دي.
احافظ عليها ازاي؟ النهارده خلاص احنا دخلنا في الاجواء خلاص الشتويه، فبالليل انت بتربي بلكونه ساعتك تغطي القفص، تحط مشمع، تبعد تيارات الهواء. الجنب البحري عندك لو في القفص ليه جنب بحري، اكيد في القفص هتلاقي في جنب بحري كده، تقفل الجنب البحري ده نهائي عشان تيارات الهواء ما تاثرش وتبهدل لك الطيور دي، خساره. فالنهارده هي اهم جزئيه النهارده من انك تشتري عصافير غاليه، وانك تشتري عصافير بارقام كبيرة، وإنك تشتري طفرات من مطلوبة وترندات وعليها رواج، إنك ده كله جميل وخير، بس هل هتعرف تربي؟ هل هتعرف تكمل الفكرة والتجربة؟ الناس يا جماعة دايما اللي هي مربية طفرات غالية، والناس اللي هي قديمة في الهواية، هو ما وصلش في الهواية وخلاص عشان هو عنده طفرات غالية وعشان هو عنده حاجات بفلوس، لا، في جانب مهم جدا جدا خاف انت مش واخد بالك منه. الناس دي بتعرف تربي، الناس دي بتعرف تربي وبتعرف تفرخ. يعني ايه بتعرف تربي بتعرف تفرخ؟ يقول لك ده فريخ. يعني ايه ده فريخ؟ يعني هو بفضل الله بيقدر يوصل العصفور لبر الامان لغايه ما ياخد منه كمان زغالين. لكن للاسف في ناس بتجري وتفرح انها اشترت عصافير غاليه، يقول لك انا عندي كذا وكذا، وهو اصلا ما يعرفش العصفور عنده برد ولا لا، ما يعرفش العصفور عنده مشقوف ولا لا، ما يعرفش العصفور ده سليم ولا لا، العصفور عنده يبقى متدمر. وانت هتلاحظها كتير قوي، الكلمه اللي انا بقولها لك دي او هتاخد بالك منها كتير على الفيس او كده جروبات، تلاقي حد لسه مبتدئ او هو لسه الخبره عنده قليله للاسف، وتبص تلاقي منزل مثلا عصفور البرد خلاص قتله، والبرد سيطر على جسمه كله وعلى عينه، بوظ الدنيا عنده، ونفش ريشه، والعصفور خلاص حرفيا خلاص بيحتضر. وتلاقيه بيسأل سؤال هو ممكن يكون انا مقدر طبعا ان هو غصب عنه، ممكن ما يكونش حد فاهمه او هو مش عايز يعني يتعب شويه في الاول قبل ما كان يربي العصافير. بص اللعب والدلع يتعب شويه قبل ما يربي العصافير وكان ياخد الفكره والمعلومه، فتلاقيه يقول لك ايه العصفور عينيه وجعاه يا جماعه، وهو العصفور البرد حرفيا قتله خلاص بيحتضر من كتر البرد اللي عنده. فده اللي بيزعلني جدا، يعني انا اتعب شويه معلش قبل ما اربي. قلنا قبل كده اجيب زوج استرالي وابتدي اتدرب فيهم بفضل الله، وابتدي اخش واثقف نفسي واعرف التربيه، ده كله لازم. يعني انت النهارده عشان تجيب جوز وخلاص كده، ما انت هيموتوا منك لو انت مش هتركز. وبعدين انت لو بتحب العصافير النهارده ولماح، هتلاقي نفسك انت العصافير نفسها بتعلمك. طول ما العصفور صحته حلوه انت لازم تاخد بالك، وهتاخد بالك وهو هيخليك تاخد باله. هيقول لك انا كويس، وهيعبر لك عن دوت، تلاقيه بيرفرف بجناحه وبيلعب ومبسوط وبيغرد وصوته جميل. هو كده بيقول لك انا البيئه بتاعتي مناسبه، انت مخلي بالك مني، انت بتتقي الله فيا، انت مراعيني. فهو العصفور نفسه هيقول لك. طيب العصفور العكس، هو العصفور مش مستريح معاك والدنيا بايظه، والعصفور الدنيا كلها مش مظبوطه معاه، فهتلاقي برضك بيقول لك بشكل غير مباشر. العصفور هتلاقيه مريح، ما بياكلش، فضلاته فيها تغيير، العصفور كده كائن على طول ما بيلعبش، كاشش. فتاخد بالك من النقط والتركات دي يا جماعه. فهي دي اللي بنقول عليها. وبالنسبه زي ما بنقول لفكره ان انت تشتري عصفور صغير، هو سلاح ذو حدين. هل انت هتعرف تربي بعد توفيق ربنا، بعد كلام ربنا عليك هتعرف تربي وتقوم بيه وتوصله بر الامان؟ توكل على الله. حتى آه، ما تخافش. يعني بصوا يا جماعه، دايما انا بقول للمبتدئ عشان ده اللي يهمني في المقام الاول والناس كلها على دماغي، بس ما تخافش حتى لو اشتريت عصافير صغيره، ان شاء الله راعي واهتم كده وخد بالك واحده واحده، وان شاء الله هتعدي معاك. يعني العصافير هتعدي معاك والدنيا هتبقى زي الفل يعني. فخير، ومش عايزين نطول اكتر من كده عشان مننا. ونتمنى، بص ما شاء الله الذكر يعني قايم بدور الذكر الكبير، عمال يلاغي ان ده صغنطات ازاي ويلعب معاه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الجمال، بصوا الجمال لا قوه الا بالله. ليه بقى ده يا جماعه؟ ده نتيجه لان ما شاء الله العصافير صحتها حلوه والغذاء بتاعها مظبوط، فبفضل الله بتلاقي العصفور، بصوا يعني هو حاسس ان هو خلاص عايز يتزوج، هو ولا هيتزوج ولا حاجه، ده لسه عصفور صغير يعني. فهو ده اللي بنوصلكم برضك ليه بالمعلومات بفضل الله، ان كل ما العصافير تحافظ عليها تبقى صحتها حلوه، تلاقي ما شاء الله نشاطها حلو كده وهرموناتها ما شاء الله فايقه كده. بصوا مش عايزين نطول اكتر من كده. وما تنسوش الهوايه نوايا، وما تنسوش لو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بامر الله. ما تنساش لو عجبك المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه، والله يهمني والتعليق بتاعك يهمني جدا. وان شاء الله اللي جاي احسن. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم اخوكم مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.